أنبا إبراهيم اسقف الفيوم ده كان اسمه في الأول أبونا بولس الدلجاوي، كان اسمه أبونا بولس الدلجاوي، وكان راهب في الدير المحرق. وبعدين لقوا حياته الفاضلة فعملوه رئيس على الدير. لما عملوه رئيس على الدير ابتدى يدي الفقراء والمساكين، فأول ما لقى ادى الفقراء والمساكين رفضوه من رئاسة الدير وطردوه من الدير هو وكل اصحابه، وقالوا له هتخرب لنا اموال الدير وهتضيع عملية الدير، وطردوه بره. طردوه وبس لقى نفسه متغرب في دير البراموس، قاعد هناك راهب غريب، ولا رئيس دير ولا وكيل دير ولا حاجة ابدا، مجرد راهب في الدير. ولكن الذين سبق فعرفهم سبق فعيرهم. وهو موجود هناك كان رئيس الدير اسمه ابونا يوحنا الناسخ. ابونا يوحنا الناسخ ده رئيس دير البراموس، بقى بطرد باسم البابا كيرلس الخامس، فخد خد ابونا بولس ده اللي قاعد معاه في الدير اللي معزول من الرئاسه ومطرود من الدير، وقالوا له انت بددت الدنيا وخربتها، وعملوا اسقف على الفيوم باسم انبا ابراهيم. لما ربنا لقاه قلبه حنين جدا على الناس وبيدي رحمه للناس ويشفق على كل فقير ويشفق على كل محتاج وكل مسكين، قال له ما دام عندك وزنة الرحمه هذه وبتشفق على الناس وبترحم الناس، هديك موهبه الشفاء علشان تقدر تدي رحمه اوسع.